مرحبا بكم في قناة أفكار مزارع. هذه الدجاجة قامت بالحضن، فوضعت لها بيض أسترالوب وبيض ليجورن، وقمت بعزلها في قفص لوحدها، وعزلتها عن باقي الدجاج. كما تلاحظون هناك ديكة ودجاج وفراخ. لكن الغريب في هذه الدجاجة أنه في اليوم 20 الدجاجة تقوم بتقليب البيض. كما تلاحظون، بل وقامت عن البيض لمدة طويلة، وهذا ما جعلني أقوم بالاستغراب وتسجيل الفيديو، لأنه ليس من المعقول أن تقوم الدجاجة عن البيض وتقلبه في اليوم 20، أي يوم واحد قبل الفقس. نلاحظ الدجاجة قد قامت عن البيض ونحن في عز فصل الشتاء، ولكن المفاجأة كانت في اليوم 21، فقد فقس البيض كما نلاحظ. ها هي الدجاجة وتحتها الصيصان الأسترالوب وليجورن، الكثير من بيض ليجورن الأبيض. ثم قمت بإعادة ترتيب مكان الدجاجة، لأنها تقوم بنبش الأرض وبرشه برجليها، وقد كانت تقتل الفراخ. قد قمت بنزع جل التربة عنها وعزلتها هي وفراخها. فإن كان لكم تفسير لما حصل فالرجاء كتابته في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.